أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين. ألف مبروك إخوتنا السوريين. دخول السوريين الأحرار دمشق واستيلائهم على مبنى الإذاعة والتلفزيون في دمشق. هروب بشار الأسد لجهة غير معلومة. آه بلا راجع إن شاء الله. الإحساس اللي عندي لا يمكن أن أوصفه. إحساس بالظبط اليوم اللي إحنا عملنا فيه الثورة 2011 25 يناير، وبعديها بحوالي 18 يوم سقط مبارك. هو ده الإحساس اللي عندكم، والإحساس اللي أنا حاسس بيه دلوقتي هو ده بالظبط الإحساس دوت هو الإحساس اللي أنا حاسس بيه حاليا دلوقتي. الحمد لله رب العالمين، ربنا هزم الأحزاب واحدة: إيران، حزب الله، والروس. أنا مبسوط جدا إن الحمد لله رب العالمين هزيمة تقيلة حصلت للروس الحمد لله في سوريا. افتكر اللي عمله الروس في إخواتنا الشيشان، افتكروا اللي عمله الروس في السوريين في 2015 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 وحتى 24. الروس عمرهم ما وقفوا ضربات ضد إخواتنا السوريين. افتكروا اللي عمله الروس في القرم، واللي اتعمل في المسلمين في القرم كان شبه اللي اتعمل برضه في السوريين، بس السوريين كان أفظع وأشنع. الحمد لله رب العالمين. صور المساجين وهم خارجين من السجون اللي في حلب واللي في حماة وفي حمص، خاصة السجون بتاعت صدنايا، السجن اللي أرعب السوريين. بيفكرني بسجن العقرب في مصر، بيفكرني بسجون السيسي وسجون مبارك اللي في مصر، اللي احنا بفضل الله كسرناها وحررنا الناس اللي فيها. هنقدر نعمل كده يا رب. أنا شايف إنها فرصة، أنا شايف إنها فرصة. النظام في مصر خايف، السيسي مرعوب، مرعوب المرة دي بجد، لأن هو شاف إسقاط نظام حليف ليه ومشابه ليه اللي حصل في مصر. السيسي مرعوب، الإعلاميين خايفين، خايفين فعلا من تكرار السيناريو بتاع 25 يناير أو تكرار السيناريو اللي حصل في سوريا في مصر. رغم إن السيناريو اللي حصل في سوريا كان صعب، إن شاء الله مش هيحصل في مصر، لأن في مصر الجيش نفسه في مصر حتى الانتقادات والسلبيات اللي فيه، بس الجيش هو مسلمين سنة، مفهوش علويين، مفهوش شيعة، مفهوش دروز، مفهوش التشكيلة بتاعت سوريا. سبحان الله. فالنظام مرعوب فعلا في مصر المرة دي. الموضوع مش موضوع ان احنا هنعمل ثورة وهننزل، لا، النظام فعلا مرعوب في مصر. بس انا بقى ليا رسالة بوجهها للإعلاميين، لأحمد موسى وعمرو أديب والديهي وغيره من كلاب السيسي. شفتوا بشار عمل ايه؟ بشار سابهم وهرب. الرسالة التانية للداخلية في مصر، شفتوا بشار عمل ايه؟ سابهم وهرب. رسالة تالتة للجيش في مصر، شفتوا بشار عمل ايه؟ سابهم وهرب. السيسي هيسيبكوا وهيهرب، السيسي هيسيبكوا وهيهرب، السيسي هيسيبكوا وهيهرب، ومش هيبص وراه. ومية دولة ممكن تستقبله، وانتوا اللي هتحطوا في وش المدفع مع الشعب، والشعب مش هيلاقي غيركم علشان ينتقم منه. اسلم حاجة دلوقتي ان انت تنشق عن النظام. اديك شفت اللي حصل للي كانوا مع بشار، سابهم وهرب. فكرر تاني اللي انا قلته في الفيديو الاولاني. طبعا للاسف المشاهدات ضعيفة جدا، بس مش مشكلة، هنفضل نكرر ونفضل نحاول ونفضل نشتغل ومش هنيأس. وغزة ادتنا امل، غزة في قلب كل واحد فينا، والثوار في سوريا يتعلموا من غزة، وانتصارنا في سوريا يدعم غزة. او تسمعوا الكلام الناس اللي بتقول اتفاق مع اسرائيل لا، ما تفهموش اتفاق مع اسرائيل او قطع حدود الامدادات، لا. لبنان على البحر المتوسط، ممكن يجي لها امدادات عن طريق البحر، عن طريق الطيران. وممكن تتعاون مع الثوار، بدل ما تحاربهم ممكن تتعاون معاهم وتقول لهم احنا عايزين امدادات عشان اخواتنا في غزة. مش هيرفضوا، مش هيقولوا لا.
بلا يعني مش لازم تحتلوا الارض وتقلبوها طائفية في البلد وتقلبوها طائفية في سوريا علشان تقولوا ان احنا بنحرر القدس. مفيش ناس زيكم هيحرروا القدس، مفيش ناس بتشتم الصحابة هتحرر القدس، مفيش ناس بعمايلكم ديت هتحرر القدس. تصالحوا مع الناس في سوريا افضل من ان انتوا تحاربوهم. انا حاسس ان اجواء الربيع العربي في ثورة 25 يناير جاية. يا جماعة انا شايف ان دي فرصة لينا. انا في ناس نزلت في مصر وابتدت ان هي تبقى فرحانة اللي بيحصل في سوريا. سوريا مش بعيدة عننا، احنا والسوريين حاجة واحدة، احنا والمسلمين والوطن العربي كله حاجة واحدة. رسالتي قدمتها للإعلاميين، للشرطة والجيش. نكلم إخواننا المسيحيين في مصر، انتوا عارفين إن انتوا حقوقكم مهضوم، انتوا عارفين إن انتوا مالكوش حقوق أصلا، انتوا عارفين إن الدولة هي اللي بتقتلكم، انتوا عارفين إن النظام هو اللي بيفجر الكنايس. ما تضحكوش على بعض، ما تضحكوش على نفسيكم، اطلعوا قولوا الحقيقة. تصالحوا مع بعض، تصالحوا مع أنفسكم الأول، خليكم صادقين مع أنفسكم الأول. يا جماعة إحنا إخواتكم المسلمين، إحنا عايشين مع بعضينا بقالنا آلاف السنين، مفيش حاجة حصلت ما بيننا. إحنا مسلم ومسيحي حاجة واحدة، البيت جنب البيت والجار جنب الجار. يا جماعة خلينا نخلص من اللي إحنا فيه، وبلاش تسمعوا لأي حد سواء من جوه أو من بره. مجدي خليل ده هيوديكوا في داهية، أقباط المهجر دول هيوديكوا في داهية. أقباط المهجر دول مدعومين من أمريكا أصلا علشان يعملوا فتنة طائفية. ما تسمع لهمش، ما تسمعوش للناس دول، خليكم مع اخواتنا المسلمين. اخواتكم المسلمين، احنا اخواتكم، احنا اهلكم، احنا اللي اتربينا معاكم، احنا اللي عشنا مع بعض، احنا اللي بناكل مع بعض، احنا اللي على الحلوة والمرة مع بعض. ما تسمعوش كلام حد، نخلص من النظام وكل واحد فيكم هياخد حقه بالقانون. كل واحد فيكم هياخد حقه بالدستور اللي موجود. انت ليك حقوق وواجبات وانا عليا حقوق وواجبات برضه، زي زيك، مفيش فرق ما بيننا. يا جماعة ان شاء الله بإذن الله اسمعوني، ويا رب تسمعوني، ويا رب الفيديو ده ينتشر. يا جماعة 25 يناير جاية، 25 يناير هيبقى يوم سبت، 24 يناير هيبقى يوم جمعة. نخلي 24 يناير هي جمعة الغضب وشرارة الثورة. أنا اللي هنزل الأول، راجعوا الفيديو الأخير، أنا اللي هنزل الأول، مفيش حد فيكم هينزل غير لما أنا أنزل الأول. أنا شايف إن الروح المعنوية عالية. أنا شايف إن إحنا حتى ممكن ما نستناش لغاية 25 يناير أو شهر يناير الجاي، إحنا ممكن ما نستناش. أنا شايف إن الأمور مشحونة والنظام مرعوب. يا جماعة دول ناس زينا زيهم. ما تتكلمش عن مخابرات وأمن الدولة، كل واحد بيتخفى أو بيحتمي ورا سلاحه وورا منصبه بس مش أكتر. لكن هما ناس زينا، هما أصلا الأنظمة دي أنظمة غبية، أنظمة غبية ما بتفهمش. يعني هم عارفين الناس بتكرههم وبيعملوا الحاجات اللي تخليهم تكرههم أكتر. خلاص قلنا عليهم خونة، قلنا عليهم فاسدين، قلنا عليهم اللي عليهم، مش مشكلة. خلاص احنا عرفنا هم ايه. الحل ان احنا كلنا نتحرك مع بعض، ان احنا ننزل، وعشان الامان وعشان محدش يطلع يشكك في اللي انا بقوله، ومحدش يطلع يقول لا ده خاين ده كذا ده كذا. انا مش هسمي. الشرارة الاولى هبقى انا اللي هنزل، انا اللي هنزل الاول. وانا لو ما نزلتش محدش ينزل، انا اللي هنزل وادعيكم ان انتوا تنزلوا معايا في الشوارع والميادين وفي كل حتة بإذن الله إن شاء الله. أرجو إن إحنا نسمع لبعض، وأرجو إن إحنا حاجة واحدة. البلد لو غرقت كلنا هنغرق، وهياخد بعضه وهيسافر. كل الإعلاميين اللي أنت شايفهم دولت، اللي عنده بيت عمرو أديب، عنده بيت في إنجلترا، عنده قصور في إنجلترا، وعنده جنسية تانية. كل واحد موجود عنده فلوس بره، هيطلع ويعيش بيها، ومش هتفرق معاه، وهيهرب. هيهرب زي والسيسي هيهرب، وعيلته هتهرب، والاعلاميين اللي معاه كلهم هيهربوا، وكلهم عارفين وكلهم مستعدين. انتوا ما شفتوش شيخ كنتاكي وهو بيقول انا عندي بيت في فيينا؟ عنده بيت في فيينا يعمل بيه ايه؟ طب ما لو دي بلده يقعد في مصر، ويبقى بيت في مصر، ويبقى ليه كل حاجه في مصر. دول محضرين نفسهم للي هيحصل، هم عارفين ان هيحصل اجلا او عاجلا. يا جماعه ان شاء الله باذن الله لو ما حصلش حاجة من هنا لغاية يوم 24 يناير، أنا هنزل الشارع، هيبقى يوم جمعة. أنا هنزل الشارع الأول، وانتوا بإذن الله ورايا. إن شاء الله أنا هنزل وانتوا بإذن الله ورايا. ده إن ما حصلش حاجة، أنا حاسس إن هيحصل حاجة بإذن الله إن شاء الله. كل حاجة. وديكوا شفتوا
روسيا وايران وامريكا واوروبا كلهم باعوا الاسد، لان الشعب قال كلمته، مش هيقدروا يحاربوا شعب بالكامل، مش هيقدروا. وسوريا 20 26 مليون، لما المهجرين يرجعوا اللي موجودين 20 مليون، احنا 120 مليون. 120 يوم مفيش جيش على الارض ومفيش جيوش على الارض باذن الله تقدر علينا. يا جماعه انا بتكلم من قلبي، احنا فعلا عايزين نخلص من الكابوس اللي احنا فيه. لو في اراده حقيقيه للشعب، لا امريكا هتنفع السيسي ولا اوروبا ولا خليج ولا اي حد ولا الكيان ولا اي حد هينفع السيسي. ننزل ونتوحد حاجه واحده يوم 24 يناير باذن الله. انا هنزل الشارع الاول، ارجوكم يا جماعه نتفاعل مع الفيديو ونتفاعل مع قناتي على التيك توك. انا عايز اتكلم معاكم. اهم حاجه ان احنا نتوحد ونبقى حاجه واحده. يا رب كلامي دوت يكون لمس قلوبكم، لان هو فعلا طالع بصدق مني. انا زهقت وتعبت من النظام، وانتوا كلكم زهقتوا وتعبتوا اكتر مني. عايزين بقى نرتاح ونبقى دولة عدلة زي بقية الدول ونشوف حقوقنا بدل الذل اللي احنا فيه. عايز دولة تبقى كويسة، السيسي لازم يمشي. عايز تعليم محترم، السيسي لازم يمشي. عايز حياة محترمة، السيسي لازم يمشي. عايز غزة ربنا ينصرها، السيسي لازم يمشي. السيسي لو مشي تاني يوم الحرب هتقف. تاني يوم الحرب هتقف. ولو انا عايش افتكر الكلام ده. ولو انا ميت اترحموا عليا وقولوا فعلا الراجل دوت اللي احنا ما نعرفوش فعلا كان عنده حق وفعلا كان بيتكلم صح. انزل عشان كرامتك، عشان عيالك، عشان نفسك، عشان الناس اللي في غزة. السيسي لو اتشال كل حاجة هتتحل بإذن الله. كل حاجة هتتحل. وديك شفتوا، والله مش أقوياء، الداخلية مش قوية، الجيش مش هيضرب حد. الجيش لا عمره هيضربنا ولا حاجة. الجيش أصلا طهقان من السيسي أصلا. أنا ما بقولش كده عشان بقول إن الجيش هيبقى معانا، لا. إحنا اللي ننزل، إحنا مالناش دعوة بحد. بس الجيش مش هيضرب مين؟ هيضرب أهله؟ مش هيضرب حد. ننزل نحرر نفسينا، نحرر إخواتنا في السجون، أخواتنا اللي في السجون اللي أنتوا عارفين بالظبط هو بيتعمل فيهم إيه. ننزل نحرر القادة بتوعنا، حازم صلاح أبو إسماعيل، ربنا يفك أسره. ننزل نحرر الناس ديت. الناس دي تطلع من السجون، نشوف النور، نشوف النور. يا جماعة احنا ما ينفعش نبقى جبنة كده للآخر. ما ينفعش نبقى جبنة. وأنا قلت لكم أنا هنزل الأول، أنا اللي هنزل الأول. وانتوا ان شاء الله باذن الله ورايا يوم 24 يناير. اكتبوا لي تعليقاتكم وقولوا لي ايه رايكم في الكلام اللي انا بقوله، وانصحوني. ان شاء الله باذن الله خير. خلوا بالكم من بعض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.